السلام عليكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقاتنا. معلش اتاخرت عليكم في الحلقه، المفروض تنزل من امبارح ولكن حصلت لي ظروف كده غصب عني خلتني ما اعرفش اصور، وهي تعب بنتي. اتمنى تدعوا لها انها تخف ان شاء الله. ورب ضارة نافعة. يمكن الاهلي يعني الواحد لما استنى يوم كامل في كذا خبر جه عن اكرم توفيق واللي عمله بعد المباراه، وان هو احتمال كبير يكون موقع للشمال القطري. ان هو هيمشي فري من النادي الاهلي، وان هو مش راضي بالتجديد. اكرم توفيق عاوز 30 مليون جنيه في الموسم. اكرم توفيق عاوز 30 مليون جنيه في الموسم، بسم الله ما شاء الله يعني. وانباء عن ان مصطفى العش مدافع نادي زد هيجي النادي الاهلي، انباء شبه مؤكده. ولسه مفيش صفقات، ولكن ده ان دل يدل ويقول لك ان امام عاشور ثم امام عاشور ثم امام عاشور. يمكن انا هنا ما اديتش حق امام عاشور في الاهلي خالص الا قليل، ولكن اللي بيعمله امام عاشور اخر فتره هو يترفع له قبعه ويتقال له انت احسن لاعب في مصر. ليه؟ النادي الاهلي واقع، النادي الاهلي غيابات بالجمله. حتى وسام ابو علي اللي بيلعب مع امام عاشور وحسين الشحات مش موجود وكان تعبان. امام عاشور امبارح هو اللي شايل الماتش، امام عاشور امبارح هو اللي جايب جونين، امام عاشور امبارح هو اللي عمل كل حاجه، امام عاشور امبارح هو اللي حلل كل حاجه. امام عاشور من كام يوم لما كسبنا استاد ابيجان في كوت ديفوار 3-1 هو اللي جايب الهاتريك. حسام عاشور في ماتش سموحه، امام عاشور في ماتش سموحه جايب جون تاني جميل من تمرير من حسين الشحات. امام عاشور انت بتحبه ما بتحبوش، كان نفسك يبقى في الاهلي مش نفسك يبقى في الاهلي، هو هيجبرك انك تقول ان هو احسن لاعب في مصر. دي الخلاصه. ولكن على النادي الاهلي الحفاظ على امام عاشور، لانه باللي بيحصل ده هيتصاب عضلي اكتر بسبب ان الضغط كله عليه. ليه؟ لان قفشه ما ساعدش امام عاشور امبارح كتير، لان حسين الشحات لسه مستواه مش جايب. اي نعم، قد يكون حسين الشحات لاعب مباراه امبارح مش حلوه، ولكن تعتبر احسن مباراه ليه من فتره. هتقول لي ازاي؟ ده ما عملش حاجه. اقول لك لا، ضيع فرصه واتنين وخلقهم لنفسه. منهم الكوره في اول الشوط الثاني اللي عمل اللي لم المدافع وشاطها بدل ما يباصوا والحارس علاء صدها. بالنسبه للحارس بتاع الجونه، الحارس ده كويس جدا جدا جدا، مش علشان تصدياته لا، علشان توقعه لكوره. كذا كوره بيلحق يطلع ياخدها قبل ما امام او قفشه او حسين او اي حد يحاول يقراها. تصدياته كويسه وبيقرا الملعب حلو جدا. لو هتسالني انا اتمنى الشناوي يطلع اعاره، يطلع اعاره للسعوديه، وحمزه علاء يطلع اعاره ياخد خبره، ونجيب الحارس ده يكون احتياطي لمصطفى شوبير. ده توقع غريب وعارف ان محدش اصلا طرحه قبل كده ولا هيطرحه، ولكن الحارس عجبني. البنيه الجسديه حلوه جدا، بيقرا الكوره حلو جدا، وصد كذا كوره بطريقه حلوه. المهم علشان الاهلي دخل المباراه بطريقه وحشه، ولعبه الجول استحوذ على المباراه وعملت هجمات كتير، ولكن نقص الخبره هي اللي خلت الاهلي يرجع تاني. خط نص الملعب يا جماعه احنا بنتكلم في قفشه ومروان عطيه المصاب بقاله فتره عاوز يعمل عمليه فتاء وتعادل 3 شهور في البيت. ونيدفيد بعد ما كل كان متوقع ان الساعه هيلعب، لا نيدفيد اللي بدا، وانا مش معترض قوي، خلاص احنا ارتضينا امر الواقع. حسين الشحات ما عملش حاجه واو وما عملش حاجه كويسه، ولكن كان كمجهود وكمحاولات هو حاول اكتر من قبل كده في الفتره الاخيره. اما كهربا فهو قتل بحثا. كهربا مش عاوز يساعد نفسه. كهربا يا جماعه الموضوع خلاص يعني، الموضوع مضحك. انت عارف يعني ايه لاعب مش عارف يقف على رجله ويستلم الكوره؟ عارف يعني ايه لاعب رايح شبه انفراد فيخاف الكوره اللي امام صلاح القفشه وقفشه عملها ار 2 وحارس صدها؟ هو اصلا كان شبه انفراد. يعني واحد يعني وسام كان خد الكوره وجري وكمل وشاط، هو خاف. يا جماعه احنا يعني انا واحد بجسمي ده بلعب كوره خماسي بتاع ده، انا حتى لو عارف حاسس ان الكوره صعبه عليا بحاول اخدها واروح بيها. هو فاقد الثقه خالص، هو الراجل فاقد الثقه خالص. وما تقوليش كولر السبب، هو مش مساعد نفسه. ان واحد مش عارف يقف على النجيله ويجري ويلعب، ده هو ده سهر، ده شرب. مش هنقول شرب عشان دي حاجات احنا ما شفناش فما نقدرش نتكلم فيها، ودي حاجات حرام، لكن ده سهر. واضح جدا ان كهربا سهر، وانا اسف على كلمه شرب، ولكن ده سهر، ده مفيش التزام، ده مش عارف يقف على رجليه. كهربا في دماغه حاجات عاوز يعملها مش عارف يعملها. دماغه
بتجيلها ايرور، ازاي انا هعمل كده؟ انا مش مستعد اعمل كده. المهم الشوط التاني الاهلي كان احسن. امام عاشور خلص الدنيا في جول جميل قوي لما قفشه اداله كوره وهو ركنها طلع حلو قوي. بعدها الجون حاولت كذا مره ما عرفتش، ثم ندفيد بيصد كوره برجليه على خط المرمى بتروح لهجمه مرتده لامام عاشور. بنلاقي الساعي اللي كان في خط 18 الاهلي هو اللي بيجري بكل سرعته، امام عاشور بياخد اتنين تلاته ويلمهم بسهوله جدا عشان يديها للساعي فيبقى شبه انفراد ويلم جون تيجي في العارضه. طبعا كلنا كان نفسنا جابها جون، ولكن انا مش هلومه، هي مفيش توفيق، ولكن المجهود محترم، مجهود حلو. وبعدها في اخر دقيقه، اخر دقيقتين، الدبيس المعلم عمل بينيه ارضيه عرضيه لولبيه يا جماعه، لفه حلوه قوي. البينيه دي احنا بنشوفها بره في اوروبا، عشان بس ايه احنا بنخاف نقول الكلام ده، لا، البينيه دي بينيه لعيبه حلوه في اوروبا. الولد واقف، امام عاشور فاتح، المسافه بينهم مش بعيده قوي، فعملها ارضيه، اللي هي ارضيه طوليه كده رايحه كده مموجه، زي ما بيقولوا كده موزه مثلا، بس ارضيه. فكان شكلها حلو قوي، وامام عاشور حطها. الاهلي في الصداره، الاهلي بفضل امام عاشور في الصداره، الاهلي بفضل كولر لحد هذه اللحظه لسه واقف على رجليه. ولكن هنعيد ونقول تاني، الصفقات ثم الصفقات ثم الصفقات. هتجيب صفقات الاهلي هيكمل، مش هتجيب صفقات زي ما وسام وقع، امام عاشور ممكن يقع بسهوله. امام عاشور انت تحمد ربنا انك معاك لاعب بيحب اللعب تحت الضغط. طولت عليكم. بالنسبه لموضوع اكرم توفيق، خلاص يا جماعه، هو براحته، هو الراجل شايف نفسه كده، خلاص يروح مفيش مشاكل. هو الراجل مش عاوز النادي يستفاد من وراه ماديا بالسلامه. اللعيبه اللي زي اكرم مكانها في الاهلي، هتمشي بره الاهلي انت مش هتعمل حاجه، اخرك تعمل فلوس، ماشي روح اعمل فلوس. ما حسست ان انت فقير في الاهلي، براحتك، اوكي. مش عاجباك ال 10 ولا 20 مليون وعاوز 30 مليون، بنتكلم في 20 مليون كانها مثلا 20,000 جنيه. فيا جماعه براحتكم، هو راجل برضه متجوز جديد برضه، واضح ان مراته التانية عايزه تسافر قطر فعايز يروح يسافر معاها، وده كلام واضح والناس كلها عارفه كده، فمفيش مشاكل. بس ده كانت حلقتنا باختصار. طولت عليكم، ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وأتمنى رأيك في أي حاجة بقولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.